9. حسب فهمي أن القوات الأمريكية تقوم بالتعاون مع القوات اليمنية بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد المؤمنين، ولا من معين من أتباع الحوثي في اليمن، فهي تقوم بحصارهم وتجويعهم إضافة إلى قتلهم والتنكيل بهم، حتى قيل أنها تستعمل الأسلحة المحرمة ضدهم. فلذلك أطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع معاناة اليمنيين، وهم مسؤولون أمام الله وأمام الشعوب العالم لإنقاذ المظلومين والمحرومين. لم يترك الفلسطينيون بابا إلا وطرقوه بحثا عن أفق جديد. في منتصف عام 2005 توجه وفد شعبي فلسطيني من منطقة البلديات للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، بغية ثني جيش المهدي الذي يأتمر بأمر زعيمه الصدر عن التنكيل بالفلسطينيين. وترأس الوفد الشيخ توفيق عبد الخالق. قامت قوات الحدود والحرس والشرطة بتفتيش الشقق التي هي أكبر تجمع فلسطيني بالبلديات، ولم يجدوا أي شيء من يعني هم قالوا اعترفوا هم والأمريكان فتشوا كل العمارات هذه فلم يجدوا شيء. فلذلك جئنا يعني إلى سماحتكم عزكم الله ونصركم إن شاء الله أن تساهموا بكل ما تستطيعون للتصدي لهذه الحملة المسعورة ضد الفلسطينيين، أنه بالنسبة عن طريق خطبكم الجمعة أو توجيهاتكم القيمة السديدة. فيما بعد عثر على جثة الشيخ توفيق عبد الخالق في مستشفى الكاظمية التعليمي بعد جلده وتعذيبه وقتله خنقا.